السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم الدكتورة آية بقدم لكم مواضيع طبية مختلفة في كافة المجالات. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن مشروبين مهمين جدا واكيد كلنا عارفينهم، وهما الجنزبيل والكركديه. اول حاجة هنتناول ان شاء الله مشروب الجنزبيل وتأثيره على الجسم. هل بيعلي الضغط ولا بيوطي الضغط؟ طيب ايه اضراره؟ طيب هل بيأثر على السيولة؟ بيقلل السيولة ولا بيزود السيولة؟ برضو تأثيره على السكر، هل بيقلل من السكر ولا بيعلي من السكر؟ برضو تأثيره على الجلطات، هل بيزود الجلطات ولا بيقلل منها؟ هل بيقلل من دهون الدم ولا لأ؟ وايه الفرق بين الجنزبيل البودر والجنزبيل الخام، وايه الفرق بينهم، وايه اضرار كل واحد منهم، وايه الفوائد بتاعه كل واحد منهم، ممكن نستفاد منه من ناحية، من انهي ناحية بالظبط؟ كل ده هنتكلم عنه في الفيديو بتاعنا النهارده. وبرضه هنتناول مشروب الكركديه واضراره وايه نفعه، وهل بيعلي الضغط ولا بيوطي الضغط، وايه الفرق بين الكركديه السخن والكركديه البارد، وليه الكركديه ممكن يعلي الضغط وليه ممكن يوطي الضغط حسب الاستخدام، وايه ازاي افضل طريقه لاستخدام الكركديه. كل ده برضه هنتناوله ان شاء الله في الفيديو ده. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للجنزبيل، الجنزبيل او اللي هو الجينجر، ده اول حاجه الماده في منه نوعين، في الخام او اللي هو بيبقى في صوره النبات او اللي هو في صوره بذور، وفي اللي هو البودر. اول حاجه بالنسبه للجنزبيل الخام اللي هو في صوره النبات نفسه او البذور، ده بيكون في مادة الفعالة بتاعته اسمها الجنجرول. الجنجرول دي مسؤولة بشكل رئيسي عن تظبيط اضطرابات الجهاز الهضمي. يعني مثلا لو كان في عسر هضم تظبطه، لو كان في اكل ليه فترة طويلة تظبطه، لو كان في حموضة شديدة مع عسر هضم هتظبط الدنيا المادة دي. يعني لو كان في اي اضطرابات في الجهاز الهضمي، الجنزبيل لما يبقى خام لو في صورة نبات او البذور هتظبطه. طيب لو الجنزبيل بودر، لو الجنزبيل بودر مادة الجنجرول اللي هي الموجودة في الجنزبيل الخام بتتحول في حالة البودر الى مادة اسمها الشيجول. طيب الجنزبيل البودر ده فوائده ايه؟ فوائده اكتر على الجهاز الدوري اللي هو ضغط الدم والاوعية الدموية والدم نفسه. بيعمل ايه؟ بيقلل من الضغط المرتفع وبيقلل من السكر المرتفع. ده تأثير الجنزبيل البودر. برضو ليه تأثيره ان هو بيقلل الدهون اللي في الدم، يعني اللي هي ممكن تسبب تصلب شرايين. فلو المريض عنده دهون زيادة في الدم، قادر المشروب ده ان هو اللي هو الجنزبيل البودر قادر انه يقلل الدهون اللي في الدم. فكده المشروب ده بيساعد مرضى الضغط وبيساعد مرضى السكر وبيساعد المرضى اللي عندهم الدهون زيادة في الدم. طيب بالنسبة للسيولة للأمانة هو بيزود السيولة، عشان كده لو هو مريض سيولة الدم عنده عالية أو هو مريض كبد، ومرضى الكبد دايما بيكون عندهم السيولة برضو عالية، فبلاش يستخدمه أو يقلل منه قدر الإمكان، ولو بلاش يبقى أفضل. لو مريض برضو بياخد أدوية سيولة بتزود السيولة زي الماريفان والأسبرين، فياريت طبعا يبعد أو يقلل قدر الإمكان من المشروب ده، يبعد عنه خالص أفضل، لأن هيلاقي السيولة زادت عنه أكتر من المطلوب، وممكن لا قدر الله يتسبب في حدوث نزيف. طيب تمام. طيب كده يبقى احنا ده على اثر السيولة. كده الجلطات يبقى كده بالعكس، كده يبقى هو مفيد في موضوع الجلطات. الجنزبيل بيدوب جلطات في الدم، وبالتالي لما بيدوب اي جلطات في الدم كده الدم مش بيلاقي مقاومة اثناء مروره في الاوعية الدموية. بالتالي الدم لما هتبقى حركته سهلة في الاوعية الدموية، حركته تبقى ما فيهاش اي مقاومة، فهو طبعا مستحيل كده ضغط الدم يرتفع. ودي اكتر نظرية بتوضح ليه الجنزبيل بيقلل الضغط، لان هو طبعا اللي هو بيزود السيولة مش بيخلي فيه مقاومة. الحاجات دي لو في جلطة بيدوبها، فعشان كده عمر ما الضغط طبعا هيرتفع اثناء انت تناولك المشروب ده. طيب ليه يا دكتور لما بشرب الجنزبيل بحس ان ضغطي عالي؟ لا، هو مش ضغطك اللي عالي، انت بتحس ماشي بسخونة. دي مش بسبب ان الضغط عالي، انت لو قست الضغط هتلاقيه مظبوط، او هتلاقي القراية بتاعته زي ما انت قبل ما تشرب الجنزبيل، ولكن انت بتحس بفوران او جسمك ساخن او في نشاط زيادة، بسبب ان الجنزبيل ليه خاصية ان هو سيركولاتري ستيميوليتور.
يعني بينشط الدورة الدموية وبيحفز حركة الدم وبينشط الدورة الدموية طبعا. فانت ده اللي ده اللي بيسبب اللي هو الإحساس بالسخونة أو من النشاط الزايد أو الفوران وكده، لكن طبعا مش الضغط ارتفع. لكن حركة الدم هي اللي بتدي إحساس بالسخونة، فالجسم بيسخن وطبعا بيعرق، فانت تحس نفسك ان في كأنه الضغط ارتفع، لكن هو طبعا لا، هو بسبب انه بيزود نشاط الحركة الدموية. ده كده بالنسبة لمشروب الجنزبيل. طيب بالنسبة لمشروب الكركديه، الكركديه يا دكتور بيعلي الضغط ولا بيوطي الضغط؟ طبعا هو حسب الاستعمال، حسب طريقة الاستعمال نفسها، ممكن يعلي الضغط ممكن يوطي الضغط. اي نعم النظريات اللي بتتكلم عن الموضوع ده ضعيفة شوية، لكن برضو لازم تتاخد في عين الاعتبار. يعني ايه يا دكتور؟ الكركديه فيه نوعين من المواد، في حاجة اسمها برو انسوسيادين، وفي اللي هو الانسوسيانين او انسوسيانين. المواد دي عندها قابلية انها توسع الاوعية الدموية، يعني يحصل فازو دايليتور، فلما طبعا توسع الاوعية الدموية كده الضغط بيوطى. حلو كده يا دكتور، يعني كده الكركديه بيوطي الضغط؟ لا، خلي بالك كمان ده الكركديه برضو فيه بعض الاملاح زي الترتريك اسيد وغيرها من الاملاح. الاملاح دي بتعمل على احتباس السوائل في الجسم، فطبعا لما السوائل تحتبس كده الضغط بيزيد. طب انت كده حيرتنا يا دكتور، يعني هو قلت لنا ان هو بيقلل الضغط، طب دلوقتي ازاي بتقول ان هو بيعلل الضغط؟ بيعلي الضغط. هو بيقلل الضغط او بيعلي الضغط حسب الاستعمال، يعني حسب لو الكركديه سخن او مغلي. ازاي برضو؟ لو كان الكركديه ده سخن او مغلي الاملاح هتخرج منه اكتر وهتترسب، وطبعا لو حضرتك شربتها هتحبس السوائل في الجسم وبالتالي الضغط هيرتفع. كده الكركديه السخن غير مناسب لمرضى الضغط المرتفع. طيب بالنسبة للكركديه البارد، بالنسبة للكركديه البارد الأملاح دي بتبقى مترسبة تحت في القاع. أما لو شربت الكركديه بارد فأنت كده طبعا الأملاح بتبقى مترسبة في القاع، أنت بتشرب الجزء السوبرنيتنت اللي هو اللي من فوق بس، وبتبقى الأملاح مترسبة تحت، فأنت كده مش بتشرب الجزء أو مش بتخلي اللي هي السوائل تحتبس وكده، انك انت ما خدتش الأملاح اللي من تحت، انت خدت الجزء بس اللي من فوق. ولو شربت الجزء اللي من فوق بس كده انت هتساعد المشروب في نزول الضغط، لانك انت كده بتستفاد، ما اخدتش الجزء اللي فيه الاملاح اللي هو مترسب من تحت، وخدت الجزء بس اللي من فوق اللي هو السوبرنيتنت اللي هو فيه مادة البرو انسوسيادين والانسوسيادين اللي هما بيعملوا فاز دايليتور او اللي بيوسعوا الاوعية الدموية وبالتالي بيوطوا الضغط. يبقى كده باختصار، لو الكركديه سخن او مغلي ده غير مناسب لمرضى الضغط المرتفع لانه بيعلي الضغط، والكركديه لو بارد كده مناسب لمرضى الضغط المرتفع لانه بيقلل من الضغط. لكن برضو للأمانة هما برضو تأثيرهم ضعيف جدا، مش يعني زي الأدوية طبعا أبدا. لكن لو شخص عنده على طول ضغط منخفض أو على طول ضغط مرتفع طبعا لازم ياخدهم في عين الاعتبار. افضل طريقة ممكن نستعمل بيها الكركديه لو واحد بيستعمله علشان يوطي الضغط، يعني مرضى الضغط المرتفع، هو انه يغلي الكركديه. افضل طريقة انه يغلي الكركديه وبعدين يحطه في التلاجة لحد مثلا لما يبرد. يبقى افضل طريقة انك تغليه وتسيبه يبرد في التلاجة وتشرب الجزء السوبرنيتنت بس اللي من فوق، وما تشربش الجزء اللي في القاع، لان طبعا كده احنا مش عاوزين الاملاح المترسبة من تحت. في طريقة تاني بس تاخد وقت اطول، انك ممكن تنقع اوراق الكركديه وتسيبها مثلا، وبعد يوم تسيبها يوم او يومين وبعدين تروح تشرب منهم. وطبعا برضو ما تشربش الجزء اللي هو من تحت المترسب لانه دي الاملاح واحنا برضو مش عاوزينها، وكده احنا هنستفاد من الجزء اللي هو بيوطي الضغط اللي هو فيه مادة الانسوسيادين والبرو انسوسيادين، بعيدا عن الاملاح المترسبة اللي هي ممكن تعلي الضغط. واظن الموضوع ده مهم جدا سواء للناس اللي في المجال الطبي او الناس العامة وفهموا ايه الدنيا بالظبط، وموضوع طبعا كله بيحتاج ليه موضوع الضغط والسكر والكلام ده والكركديه والجنزبيل والفوائد والاضرار والحاجات اللي اتكلمنا عنها دي. ما ننساش نعمل شير عشان يستفيد بيه اكبر قدر من الناس، ونعمل سبسكرايب لو كنت اول مره تشوفونا، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.